بما ان مفيش كاس عالم ولا اولمبياد للحيوانات، انا قررت اعمل لهم انا مسابقه على الضيق هنا. هنتخيل 6 حيوانات مختلفه لو دخلوا في منافسه مع بعض، مين اللي هيقدر يحسمها؟ بانطلاق المسابقه الاولى في حلقتنا، فانت على ميعاد دلوقتي لمقابله 2 من اسرع الكائنات الحيه على وجه الارض، وهما الفهد الصياد وصقر الشاهين. واحد بيجري بسرعه جدا على الارض والتاني بينافسه في الجو، لكن يا ترى مين فيهم اللي هيعرف يحسم المركز الاول؟ نبدا بتقديم المتسابق الاول في حلقتنا وهو الفهد. الفهود الصيادة معروف طبعا ان هي اسرع حيوان بيجري على وجه الارض، لدرجة ان الفهد اصلا يقدر يوصل من سرعة 0 ل 97 كيلومتر في خلال 3 ثواني بس، والفهد يقدر يجري 100 متر في حوالي 6 ثواني بس، يعني اسرع من اي عداء اولمبي حصل على الميدالية الذهبية ب3 ثواني ونص على الاقل. واللي بيساعد الفهد على كده اكتر هي اعضاء جسمه زي القلب والرئتين المتضخمة وفتحات الانف الواسعة، وده بقى بيساعده ان هو يسحب كمية اكسجين اكتر وهو بيتنفس، يعني طاقة اكبر للعضلات عشان توصل لاقصى سرعة ليها. ده غير تصميم جسم الفهد نفسه اللي بيخليه يتحرك في الهواء بخفة، وعضلات الظهر والرجلين الخلفية القوية اللي بتقدر ان هي تزق الفهد لقدام جامد فبتزود سرعته. كل ده بقى مع اطراف طويلة وعمود فقري مرن بتقدر تخلي الفهد ياخد خطوات واسعة وهو بيجري. خلي بقى كل الكلام ده على جنب دلوقتي، ويلا بينا نروح للمتسابق التاني وهو صقر الشاهين. تصميم جسم الطائر ده مصنوع مخصوص عشان يشق السما، زي انه بيمتلك عظم كبير في صدره عشان يقدر يشيل عضلات صدر حجمها كبير، وعضلات اكبر يعني رفرفه اقوى للجناح. ده غير شكل الاجنحه نفسها الطويله والمدببه اللي بيديها ديناميكيه كده في الطيران تخليها توصل لاقصى سرعه ممكنه. صقور الشاهين هي اسرع حيوان في الهواء من غير منازع، خصوصا في اللحظه اللي الصقر بيقرر فيها ان هو يصطاد فريسه ويضم اجنحته على رجله ويشد رجليه. ساعتها صقر الشاهين في اللحظه دي بيكون بينقض على فريسته بسرعه 322 كيلومتر في الساعه. وفوق كل ده بقى كمان، فاكيد مش اي كائن حي هيقدر ان هو يخترق الهواء بسرعه مهوليه زي دي ويفضل عايش، لكن بقى صقور الشاهين عندها فتحات في مناقيرها بتخليها تتحكم في كميه الهواء اللي داخله عشان تقدر تتنفس بانتظام. ده غير بقى جفن شفاف بيبقى موجود كده على عيون صقر الشاهين، بيشتغل كانه نضاره طبيه بتحمي العين من شده الهواء. وبكده الماتش يكون انتهى وجه وقت الاعلان عن الفايز، والكسبان بكاس عالم عاشر كاسرع حيوان هو صقر الشاهين. الفهود طبعا هي اسرع حيوان على وجه الارض، لكن لما نتكلم على اقصى سرعه لاي كائن حي يقدر يوصل لها، فاكيد مفيش منافس لصقور الشاهين اللي بتقدر تطير بسرعه ضعف سرعه جري الفهود، وده اللي بيخلي المركز الاول محسوم ليها. ومعادنا دلوقتي في الماتش الثاني في حلقتنا مع المنافسه على لقب الاكثر فتكا. الحيوانات بتستخدم أسنان وعضلات وسم وحاجات تانية كتير سواء للهجوم أو الدفاع عن نفسها، لكن لو دخل بقى دب رمادي مع أفعى المامبا السوداء، مين فيهم هيطلع سليم؟ بينا نروح في رحلة مع المامبا السوداء نشوف إيه أصلا اللي خلاها تتأهل إن هي تشترك في المنافسة معانا. بتزحف بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، وده اللي بيخليها من أسرع التعابين على وجه الأرض، مع طول تقريبا أكتر من 4 متر، وده بيخليها أطول تعبان سام في أفريقيا كلها. وعلى فكرة هي أصلا بطبعها خجولة، يعني هي لو واجهت خطر أو تهديد هي هتحاول تهرب الأول، لكن بقى لو العدو أجبرها على الدخول في معركة فهي مستحيل تجيب وراه، لكن هتبدأ ترفع تلت جسمها كده تقريبا عن الأرض وتبدأ تضرب بسرعة وبشكل متكرر، وهي متسلحة بكمية سم كبيرة جدا بتدافع بيها عن نفسها. وبمناسبة إن احنا جبنا سيرة السم، فخليني أقول لك إن مفيش أي سم لأي أفعى بيشتغل أسرع من سم المامبا السوداء، اللي بيوصل للضحية عن طريق أنياب طول الواحد منها تقريبا 1.3 سنتيمتر، ويقدر يقتل إنسان بالغ في حوالي 20 دقيقة بس لو ما خدش المصل أو مضاد السم بسرعة، فهو هينتقل إلى رحمة الله تعالى. مشكلة المامبا بقى إن هي بتواجه خصم مش سهل خالص. الدب الرمادي او بيتقال عنه برضو الدب الاشيب عنده بق كبير جدا، لما بيفتحه على اخره بيوصل لحوالي 30 سم طول، وبيبان منه ال 42 سن اللي عنده اللي بتقدر تسحق العظم من قطمه واحده. وعضة الدب الرمادي قويه كفايه ان هي تكسر كرة بولينج، ده غير انياب الدب الاربعه اللي بيوصل طول كل واحد منهم ل5 سم. ونسيبنا من البق والسنان، هنلاقي ان الدب عنده مخالب قويه ومنحنيه وحاده جدا، ممكن يوصل طول الواحد منها ل10 سم. وفوق كل الامكانيات دي كمان، الدببه الرماديه حيوانات ضخمه جدا، بيوصل وزن الواحد منها ل 360 كيلو جرام. تقدر ان هي تستخدم وزنها الكبير جدا ده ضد اعدائها عن طريق ان هي تزقه على شجره او صخره وتموته من خبطه واحده بس بجسمها. وبعد ما الماتش خلص دلوقتي، فالفايز معانا بكاس عالم عاشر كالحيوان الاكثر فتكا هو المامبا السوداء.
الدب الرمادي اكيد يقدر يتفوق على المامبا، كفايه ان الدب يقدر يجري بسرعه ضعف سرعه زحف المامبا. لكن لما المعركه تبقى منافسه على البقاء هتكون ضربه المامبا السريعه والسامه والدقيقه هي اللي هتخلص الكلام وهتجيب من الاخر، والدب مش هيبقى عنده فرصه للعض اصلا. وبكده نبقى وصلنا للمسابقة الثالثة والأخيرة في حلقتنا، وهي اللي هيصطدم فيها الغراب بخصم عنيد جدا وهو الشمبانزي في منافسة على لقب الأذكى. اكتشف العلماء طرق كتير غريبة جدا بتستخدمها الغربان أو الشمبانزي في استخدام عقولها، لكن يا ترى مين اللي هيفوز وهياخد لقب الحيوان الأذكى؟ وكالعادة نبدأ بتقديم المتسابق الأول على اللقب وهو الغراب. في الحقيقة ذكاء الغراب نقدر نقول إن هو بيساوي ذكاء طفل بشري عنده 7 سنين، ودي حاجة عظيمة بالنسبة لطائر حجم مخه صغير جدا أصلا زي الغراب. ونقدر نفهم مع بعض ذكاء الغربان ده بالتجربة اللي هنتفرج عليها دي. زي ما احنا شايفين كده حطوا قدام الغراب ازازتين فيهم اكل، وواحدة فيها رمل وواحدة فيها مية، وحطوا له قدامه كده شوية حجارة. هنلاقي ان الغراب اصلا ما اهتمش خالص باللي فيها رمل، عشان عارف ان هو كده كده مش هيقدر يطلع الاكل اللي فيها، وقدر ان هو يستخدم الحجارة ويحطها في اللي فيها مية عشان يرفع منسوب المية دي ويقدر يوصل للاكل اللي فيها بسهولة. بعد كده بقى زي ما احنا شايفين حطوا له ازازة فيها مية بس وفيها برضه اكل للغراب، لكن المره دي حطوا له قدامه نوعين من الحجاره، حجاره خفيفه وحجاره تقيله. الحجاره الخفيفه مش هترفع منسوب الميه، والحجاره التقيله بس هي اللي هترفعه. برضه الغراب قدر يفهم حاجه زي كده وقدر ان هو يستبعد الحجاره الخفيفه ويستخدم الحجاره التقيله بس. وفي المره دي بقى شالوا الحجاره خالص وبدلوها بخطافات، في خطاطيف محطوط فيها تقل وفي خطاطيف مش محطوط فيها تقل. طبعا اللي ما فيهاش تقل مش هترفع منسوب الميه والغراب مش هيقدر يوصل للاكل، لكن برضه الغراب قدر يفهم حاجه زي كده واستخدم الخطاطيف اللي فيها تقل بس. والتجربه بقى دي هي اكتر واحده عجبتني، لان هم جابوا له انبوبه كبيره وانبوبه صغيره، وبدا الاول ان هو يحط الحجاره في الانبوبه الكبيره. ساعتها فهم ان الحجاره الكبيره مش هتاثر قوي على منسوب الميه في الانبوبه الكبيره، فقدر ان هو يتعلم من غلطه ويفهم ويسيب الكبيره ويروح للصغيره ويحط فيها الحجاره وياخد الاكل منها. يعني الغراب قدر ان هو يتعلم من غلطه كمان. واخر مره في التجربه حطوا له فيها انبوبتين، واحده فيها شويه ميه صغيرين وواحده فيها شويه ميه كتير، ولاحظنا ان الغراب اصلا ما اداش اي اهتمام للانبوبه اللي فيها ميه قليله، عشان عارف ان هي هتتعبه وممكن ما يوصلش برده للاكل في الاخر، وراح على اللي فيها ميه كتير على طول. ده غير بقى تجارب تانية كتيره جدا، لو فضلت تدور هتلاقي ان الغربان ممكن تستخدم ادوات تساعد بيها نفسها، او ان الغربان بتقدر تحفظ وشوش البشر وتفتكرهم لما تشوفهم تاني. وبالرغم ان الغراب زيه زي اي طائر ما عندوش ايدين، لكن زي ما انت شايف برضه بيقدر يتصرف لما يكون مثلا عايز ياكل. لما يكون عايز يجيب اكل مثلا من جوه حفره او جذع شجره، بيقدر ان هو يجيب عصايه او ورقه شجره ويدخلها جوه الحفره دي عشان الاكل يلزق فيها ويطلعه وياكله. لكن كالعاده خالي مفيش منافسه سهله ابدا في كاس عالم عاشر. مع كامل احترامنا للغراب، بس الشمبانزي خد الموضوع لليفل تاني خالص. يكفي اقول لك ان الشمبانزي بيستخدم لغه الجسد وتعبيرات الوش عشان يتواصلوا مع بعضهم زي البشر بالظبط. ده كمان في قرود قدرت ان هي تتعلم لغه الاشاره وتتواصل بيها مع البشر. وسيب بقى كل ده على جنب وخد الفيديو ده في وشك. الشمبانزي بالتدريب يقدر يلعب فيديو جيمز ويقدر يكسب فيها بعض البشر كمان. اما بقى في صناعه الادوات واستخدامها فحدث ولا حرج. الشمبانزي يقدر يكسر الجوز عن طريق ان هو يخبط عليه بحجره، وممكن يفكر يجيب غصن شجره ويشيل الورق اللي عليه ويفكر ان هو يستخدمه كعصايه يخرج بيها النمل من الحفره اللي هو موجود فيها مثلا عشان ياكله. وممكن يسن الغصن او العصايه دي عشان تبقى عامله زي الرمح بالظبط ويصطاد بيها حيوانات اكبر كمان. وبعد المنافسه الشريفه دي واللي هي اكتر مسابقه انا استمتعت بيها في الحلقه، فالكسبان بكاس عالم عاشر كاذكى حيوان هو، اظن مش محتاج اطبل، الشمبانزي. الغراب طبعا عنده تفكير ومخ مميز جدا، لكن قصاد الشمبانزي فهو اكيد هيكتفي بالتمثيل المشرف. يا خالي بقول لك ده بيتعلم لغه اشاره وبيكسب بشر في العاب وكلام كبير قوي يعني. وبس دلوقتي تبقى انتهت مسابقتنا، والف مبروك للكسبانين وهارد لك للخسرانين. يا ريت بقى لو عجبتك الحلقه دي واستمتعت بيها عرفني ده من خلال ان انت تدوس لايك، لان انا تعبت في الحلقه دي جدا، وانزل اشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه اطلبها منك لو كنت اول مره تشوفني، خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.